عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ النهارده احنا في يوم جديد، وجيت بقى رحت السوق، بضعت بقى وجبت حاجات من السوق. فعايزه اقول لكم الترابيزه مليانه، انا مش عارفه عشان الاضاءه عندي مش حلوه، لسه هزود اضاءه. فانا هوريكم اللي انا جبته. جبت حبه حاجات ب 400 جنيه، والله 400 جنيه بس هي هتقضي الغرض يومين يعني. جبت سبانخ، وسبانخ غاليه على فكره. الكيلو ونص ب 18 جنيه. جبت شبت وكزبره، وجبت هنا فلفل الوان نص كيلو ب15، حاجه غاليه تحت. وجبت بصل كيلو الابيض ده ب6.5، وجبت بطاطس ب6.5 حلوه. جبت اللهم صل على النبي ب20، وجبت بصل 2 كيلو بصل احمر، وجبت جزر، وجبت بتنجال، وجبت قوطه. كل ده بقول لكم والله يا اخواتي ب 400 جنيه. وجبت فراخ، طبعا خلوط جايه لي بكره جمعه باذن الله، بتجيلي جمعه وتمشي السبت. جبت فرختين، وجبت كيلو كبد وقوانص، وجبت كيلو بانيه اهو حطاه في طبق باذن الله. يعني انا بوريكم بس الحاجات اللي انا اشتريتها. وجبت وركين كده اعملهم انتوا عارفين ان انا عامله رجيم، ما باكلش يعني للولد والبنت على صينيه بطاطس. فعايزه اقول لكم يعني انا قلت هوريكم الحاجه اللي انا جبتها. وجبت عيش، وجبت بيبس، كل ده ب 400 جنيه والله. وقلت بدل ما اجيب اكله جاهزه ب 400 جنيه اجيب كام اكله تقضينا 3 ايام وب 400 جنيه. فانا دلوقتي طبعا هعمل لكم، بصور وانا بعمل. هعمل لكم هعمل الوركين على صينيه بطاطس في السريع كده وام وام. فانا حبيت اوريكم الحاجه اللي انا جبتها. وبرده صينيه البطاطس اوريها لكم وانا بعملها على طول وخفيفه. يعني لو انت عايزه تجيبي حاجه، بصوا احنا الساعه كام ونزلت جبت الاكل وجيت. وجبت حاجات على اساس انتوا عارفين ما اسيبش ولادي يعني ياكلوا من الشارع، ياكلوا من قلب البيت احسن من لقمه البيت دفى وحلوه. جبت عدس، وجبت رز وشعريه، كل ده من 400 جنيه يا جماعه. بصوا جبت بتاع بتاع التوابل اللي هو العطار بيقول لي انت بقيتي مدبره، وقلت له ايوه طبعا، ما لازم ادبر عشان اخلي الناس تدبر زيي. جبت نص عدس، العدس ب36، جبت نص. وجبت رز كيلو الا ربع، كيلو الا ربع، عشان ما بحبش الرز كتير وانا ما باكلش. وجبت ربع شعريه وربع شعريه، كل دول ب57 جنيه. يعني الحمد لله 400 جنيه قضوا والحمد لله. وجبت صابون، وجبت كرول، والله العظيم ربنا يبارك في الحاجه. وعلى شرط يعني هقول في 100 جنيه تاني اتحطت صح، نسيت. يعني كل دول يعتبر بالصابون بالكرول بالحاجه الصعب كله 500 جنيه. ومليتي بيتك 3 ايام، بدل ما كنت بصرف 300 جنيه في يوم واحد بصرفهم دلوقتي في ال3 ايام. يعني اصرف 500 في ال3 ايام. فسامحوني لو انا بلخبط في كلمه وانا بشتغل او بتكلم، لان انا كمان انتوا عارفين ان انا لسه تعبانه، بس بنزل وباجي وبروح عشان اتاقلم على الوضع واشتغل واوريكم انا بعمل ايه، وارجع تاني اشغل قناتي اليوتيوب. انا مفتقده قناتي اليوتيوب، وبشكر اخواتي اهل الكويت واهل السعوديه واهل الامارات واهل قطر واهل لبنان والعراق، اخواتي اللي دايما بيسندوني واقفين جنبي. فبالله عليكم، وليبيا، ولو نسيت اي بلد اعذروني يا جماعه، ودبي، لو نسيت اي بلد اعذروني. نفسي تتابعوني وتابعوا قناتي، والله قناتي حلوه، بس انا ناقصني شويه حاجات هكملها في المطبخ، وهتلاقوني طلعت كل يوم بجديد. وباذن الله احنا مع بعض هيبقى للاحسن، وربنا هيكرمنا بالخير كتير. اقفوا جنبي، انا اختكم في الله، وعايزاكم تقفوا جنبي وتساعدوني. ومش عايزه اي حد يعني يقول بتقول اختكم في الله او اختكم في الله طبعا. وبتمنى منكم ان انتوا تقفوا جنبي وتساعدوني، وقناتي تشتغل بيكم وترجع احسن من الاول بمليون مره. طبعا انا حطيت في، بصوا انا حضرت حاجه البطاطس. صوري كده يا جوتي، هاتي. بصوا حاجه البطاطس اهي جهزتها كلها في صينيه واحده. هوريكم دلوقتي هعمل ايه. عملت اللهم صل على النبي، حطيت فلفل الوان، وحطيت قوطه قطعتها حلق، وبطاطس حلق، وبصل حلق، عشان هعمل اللي انا هوريكم دلوقتي على طول. قلت ايه اكله كده ياكلوها دلوقتي على طول كده. حطيت زيت في الصاج من تحت عشان ايه يظبط الصينيه. الاول هدعك بالتوابل كلها اللي عندي. البصل، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عايزه اقول لكم اللي عايزه تتصرف هتتصرف وهتشتغل يا جماعه، والله العظيم بقلل اقل هتعملي كل حاجه كويسه، وهتعملي تلاقي نفسك عملتي. انا كان عندي طموحات كتير ان القناه تعلى اكتر من كده، بس النصيب. انا كده هنزل بالحبهان، واحط التوابل كلها دلوقتي قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه كزبره كده، بحب احط لها كزبره ناشفه تبقى تحفه.
حتى الكمون بحطه للبطاطس بتبقى في منتهى الجمال. اسود. ده شويه فلفل اسود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حبه توابل فراخ. هنا ثواني. فصين توم كده مقطع برميهم في قلبها يدوا ريحه، بس بقشر لها فصين توم ومقطعهم كده. طبعا انا عشان عمليتي ما بحطش فلفل حراق، حتى فلفل الوان بس كل حاجه، لان الدكتور كمان قال لي فايده للجسم الفلفل الالوان ده بيدي غذاء وفيتامين للجسم. هقطع كده التوم بمشيه كده عليه كده بنطوره حواليه يدي ريحه وطعم للاكل. عامه التوم شفا ماشي. بروح ماسكه بقى كده صينيه البطاطس، ما خدتش معانا اهي، شايفين انتوا زي ما كنت بعمل معاكم الاكل في رمضان. بصوا بروح ماسكه الكاتشب كده حاطه على الفراخ كده. طريقه جديده يا جماعه. صحيح جايبه كاتشب اكياس، يعني ما عنديش كاتشب، بس انضف انواع الكاتشب الكاتشب اكياس ده انا بحبه. احنا ما بنستغناش عنه. اما عايشه اجيب الازايز بجيب ده. بصوا كده على الفراخ، شوفوا دلوقتي لما يطلع من الفرن تبقى عامله ازاي. اللي بيحبوا يا جماعه صينيه البطاطس يعملوا اشتراك في القناه، وطبعا قصدي تفعيل الجرس ولايك ويكتبوا تعليق ايه رايهم في الاكل. بس بالله عليكم تابعوني، انا عارفه ان لسه بدري قبل ما انا اوصل للي انا عايزاه، بس انا عاملاها كايه، كحاجه ترفيهيه انا بعملها برتاح لها وبحبها، مش عاملاها يعني حاجه يعني متغصبه عليها. ايه ده؟ يلا صوري. ما هنا انا بصور اصلا. والسمنه كده بنزل عليها بالسمنه كده، هي بقى كلها. ما احط كوبايه ميه دلوقتي وادخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. سمنه جنه يا جماعه تحفه، انا ما عنديش دلوقتي سمنه بلدي شغاله بجنة ما شاء الله تحفه، وبعمل منها الرز وكل حاجه. يا جماعه خلي بالكم ان انا اتعلمت شويه اكل من ماما وبقيت اطبخ. جوزي بتقف في المطبخ يا جماعه تعمل اكل حلو. بعد كده هي هتصور لكم وانا بعمل الاكل. حطيت البطاطس اهي في الفرن، وخليت درجه الحراره 250 وظبطتها شوايه فرن، ودلوقتي باذن الله اما تستوي هرجع اوريكم انا عملت ايه. طبعا كده انا بحط شويه ميه كده من الحروف كلها عشان بس ايه تغلي بيها غلوه كده مع الفراخ. طبعا البطاطس بصوا استوت ازاي وبقت عامله ازاي، بقت في منتهى الجمال. طبعا انا هنا عملت الرز خلاص اهو، وبعدين انا احط معاه كده بطاطسايه. بصوا ما شاء الله طالعه في منتهى الجمال. بصوا البطاطسايه الواحده بوحدتها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص القطمه ولا مهريه ولا اي حاجه، بس انا بخلي شويه صوص كده زي ما انتم شايفين. تعالي قربيه. بخلي شويه صوص كده عشان عيالي بيحبوه يغمسوا بيه. والفراخ طالعه عايزه اقول لكم طعمها الريحه لوحدها اكنك كلتي. بصوا والفراخ طالعه ازاي كانك شاويه. بتمنى بقى في نهايه الفيديو يا رب بس كده نبقى موجودين دايما مع بعض وتتابعوني وعايزه منكم تفاعل على القناه، عشان انا بجد بحبكم في الله ونفسي تشجعوني ونفسي القناه تكبر بيكم، وانا عندي حاجات نفسي اعملها بس الظروف غصب عني. فبتمنى. وعملت طبق سلطه هنا، عملت سلطه بالشبت والكزبره والبنجر والقوطه، بصل كده بقوطه بيبقى طعمه جميل. بصوا اهو معايا. وقبل ما انهي الفيديو قرايه الفاتحه لجوزي واشوف وشكم بخير في فيديو جديد باذن الله. في حبي في الله فيكم وبحبكم من قلبي، وبتمنى منكم اخر كلام بيني وبينكم انكم تدعوا لي ان انا اقوم من الشده اللي انا فيها. جربوها. اشوف وشكم بخير يا اخواتي، ما تنسوش اللايكات.